شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. خير من عبد الله، وخير من صام، وخير من صلى، وخير من جاهد. فإن الخير كله في اتباعه وقدوته، والشر كله في اجتناب دعوته والتنكب عن طريقته والتنكب عن منهاجه عليه الصلاة والسلام. تحدثنا في الخاطرة السابقة عن مسألة لماذا شرع الله التكاليف والشرائع، ولماذا الصيام. فقلنا بأن الله يريد أن يخرجنا من دوائر الهوى إلى دائرة الهدى. ونأتي اليوم إن شاء الله إلى سؤال: لماذا شرع الله الصيام؟ ما الغاية من أن الإنسان يمتنع عن الطعام، ويمتنع عن الشراب، ويمتنع عن الجماع، ويمتنع عن المعاصي، ويمتنع عن المنكرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس؟ هذه الأوقات، هذا التوقيت الذي عرف فيه الفقهاء الصيام بأنه تعبد أو امتناع أو حبس النفس عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الصيام الذي هو بهذا التعريف، ما غايته؟ كما ذكرنا، هل الله سبحانه وتعالى يريد منا محض الامتناع عن الأكل والشرب ثم نفعل بعد ذلك ما شئنا، أم أن الصيام له غاية يجب أن يكون الناس جميعا ينظرون إليها وهم يتجهون إلى القيام بتكليف الصيام؟ الله عز وجل أجاب عن لماذا نصوم في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام ليس الهدف منه أنك والله تجوع وتعطش وتمتنع عن العلاقات الزوجية. هذه صحيح، هذه الشعيرة الظاهرة هكذا، لكن السؤال المعنى أيضا: لماذا كل ذلك؟ هل الله بحاجة إلى تعذيبنا؟ يعني هذا ما هو الشكل من أشكال الامتناع. هل الله يريد أن يقيدنا، يريد أن يكبتنا، يريد أن يحرمنا من شهواتنا، يريد أن يمنع عنا المباحات؟ الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم. أن تنتبه، الله عز وجل عندما يشرع لحكمة، ويشرع لمصلحة، ويشرع لمنفعة الإنسان، لأن من مقاصد هذا الدين وإرسال الرسالة أنها لمصلحة العباد في عاجلهم وآجلهم. إذا ما هي المصلحة وما هي الغاية التي نصبو إليها من خلال هذا الصيام؟ أذكر بقول الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنحن نقوم بالشعائر ونقوم بكل ما يحقق التوحيد ويحقق العبادة من ذكر وشكر وغير ذلك. الله عز وجل يقول: كل ذلك تقومون به، المقصد هو تقوى الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات الكرام، المقصود منها هو الامتناع عن كل ما فيه عدوان، وعن كل ما فيه تجاوز، وعن كل ما فيه اقتحام للحرمات. فأنت عندما تتقي الله تبارك وتعالى فقد جعلت بينك وبين حرمات الله حدودا، وقد جعلت بينك وبين حدود الناس حقوق الناس حدودا، وقد جعلت بينك وبين كل ما هو ممنوع حدودا، وقد وجهت وجهتك كذلك ضمن التقوى إلى كل ما يدخل ويندرج معك تحت مسمى التقوى. إذن التقوى كما عرفها السلف رضوان الله عليهم: العمل بطاعة الله على نور من الله تخشى عذاب الله. العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه، وترك معاصي الله تبارك وتعالى ونواهيه ومحرماته على نور، أي أنت تفعل ذلك على بصيرة ووعي وقصد ونية، تخشى عذاب الله سبحانه. فأنت ترجو ثوابه في الطاعات، وتخشى عقابه في المحرمات والمنهيات. وبالتالي هذا المقصد هو الذي يريده الله تبارك وتعالى منا. وبالتالي التقوى هي المقصد الأساس، تقوى الإيمان، تقوى الإسلام، وتقوى الإيمان، وتقوى الإحسان، كما ورد ذلك ربما في كثير من نصوص الكتاب والسنة. هو أن الله أراد لهذا الإنسان بالتكاليف أن يكون متقيا. ونلاحظ أنه في كتاب الله سبحانه وتعالى التقوى دائما تأتي في مقابل العدوان. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجعل البر مقابله الإثم، وجعل التقوى مقابلها العدوان. عدوان على ماذا؟ عدوان على النفس
في أنك تقتحم بها المحرمات فتكون قد آذيتها في الدنيا والآخرة، عدوان على الله في أحكامه وتجرؤ عليه، عدوان على خلق الله في أنك عندما تعتدي على عباد الله تبارك وتعالى تعتدي عليهم في أموالهم، تعتدي عليهم في أعراضهم، تعتدي عليهم في وجودهم وأجسادهم، تعتدي عليهم في ممتلكاتهم، في حرياتهم، كل ذلك يدخل معنا في مسمى العدوان. فإذا أردت أن تتقي الله تبارك وتعالى فتجنب العدوان. كل هذا يدخل معنا في مفهوم التقوى التي أراد. إذن الصيام ماذا يريد الله؟ كأنما الله عز وجل يقول لنا هذه دورة تدريبية لمدة 30 أو 29 يوما تتلقونها من الصباح إلى المساء وأنتم ممتنعون عن كل المحرمات، وقد دخلتم بكليتكم قصدا وعملا وسلوكا في سبيل الطاعات، حتى تكون النهايات والمآلات أنك قد وطنت نفسك على تقوى الله. تقوى الله هي الخوف منه، تقوى الله هو العمل بكتابه، تقوى الله هو تجنب المحرمات والمنكرات، تقوى الله هو ترك العدوان على عباد الله، تقوى الله هي الخوف، المراقبة، استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في كل ذلك. ولذلك من يكون صائما عن الطعام والشراب والأكل وغير ذلك ولكنه مندرج في نفس الوقت أو مقتحم للمحرمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، والزور سبحان الله هو كل ما هو خلاف الحقيقة، سواء كان كذبا أو افتراء أو تزويرا أو غير ذلك، يعني كل ما ليس بحقيقة، الكذب والعدوان والافتراء وغير ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت ما فائدة الصيام إذا كنت أنت لم يمنعك الصيام عن المحرمات، لم يمنعك الصيام عن انتهاك حقوق الناس، لم يمنعك الصيام عن عدوان على خلق الله. فإن المعنى الأساسي، سؤال المعنى كما أقول دائما، هو أنك شرع لك هذا الصيام ليصل بك إلى التقوى التي هي ترك العدوان، والتي هي الخوف من الله، والتي هي مراقبة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل